محظوظ ان انا قاعد في تونس وحبايبي قمم عظيمه في تونس، انا قاعد معاهم وبسمع الكلام الحلو ده منهم. يا هذه حقيقه نورتنا اخويا مجدي. انا وزهير لما جيت انت الى تونس انا وزهير مع رفقه ام كلثوم، احنا وقتها ماناش موجودين ولا صغار ولا عمرنا عام ولا عامين، المهم وانا برضه ما كنتش اتولدت لسه. وانت كنت صغير. احكي لي يا استاذ احكي لي كيفاش رفقت ام كلثوم في تونس، وين مشيتوا وين قعدتوا وكيفاش كان وقع الزياره في ذاك الزمن وفي ذاك الوقت، وغنيت الاطلال زهير اطلال. قبل ما احكي انا بدايه ما جيت مع السيده ام كلثوم هنا، انا بدات معهم صغير جدا طبعا زي ما حكيت لحضرتك، انما انا مثلا من 4 سنين رحت بلد عربيه ما عمري ما رحتها في حياتي، مسقط عمان. ما يعرفونيش لان اول مره اروح، فروحت من 4 سنين. فالمذيع في الحفله بيقدمني بيقول عازف الاورج الخاص لعبد الحليم حافظ ولأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الوهاب أهرامات. واحد من القاعدين في وسط 5000 قالوا ده لسه عايش لحد دلوقتي. لكن استاذ الصحيح انا كنت عزفت مع عبد الحليم حافظ عمرك 14 سنه 14 سنه 15 سنه انت صغير صغير ومع ام كلثوم تقريبا 20 سنه 25 سنه 30 سنه. ام كلثوم 17 سنه 17 اقبل الليله يعني تقف وراءك الهرم ام كلثوم. وانا بسلم عليها لما جابني الاستاذ رياض سنباطي عشان يعرفني عليها، فكان عندي 17 سنه. بعد انا لما لعبت مع عبد الحليم 14 سنه الفرقه رفضوا ان انا اطلع في حفلات، قالوا لي ده عيل صغير مش ممكن يطلع في حفلات. فقعدت اسجل بدون ظهور، سجلت مع عبد الحليم وفريد وكل بدون ظهور يعني قمعوك مش تظهرش، ما اظهرش لانك صغير عيل بقى قال لك ده عيل صغير. وبعدين بقى لعبت مع السيده ام كلثوم، لما بيعرفني عليها الاستاذ رياض قالت له ايه حته العيل اللي جابه لي ده يا رياض. يعني لسه هتسمعني. فانا اتخضيت، ده انا فجاه قدام ام كلثوم انا ما اعرفش. قالوا لي الاستاذ رياض سنباطي عايزك في الاستوديو، فانا ما اعرفش ان انا هقابل ام كلثوم. كان اكبر من طموحي ان انا اشوفها بس. ففوجئت، فقالت له وهي بتسلم عليا انت ايه ده جايب لي حته عيل صغير، ايه ده ما طلعش من البيضه يا
تشتعل الأضواء من جديد.